اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي عند قناه ود بشرى شانيل 0508. اخواني اخواتي، دائما كنفكروا اش غنديروا للعشاء ولا حتى الغدا، ديما كنكونوا مرونين. جبت لكم واحد الوصفه رائعه من الروز بلا تفوار، بلا ما تمحني، بلا ما تدمري. غادي تصوبيه في نص ساعه الماكسيموم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. اخواني اخواتي، مرحبا بكم عند قناه ود بشرى شانيل 0508. كيف كتشوفوا معايا هذا راه الروز، هانتوما تقريبا درت شي جبانيه ونص ديال الروز. دابا انا كنغسلو باش نحيد منه النشا، نبقاو نغسلو فيه حتى نحصلو على الماء صافي. انا غادي نمشي نغسلو ونرجع معاكم. كيف كتشوفوا معايا اخواني اخواتي، غسلت الروز وحيدت منه النشا، تقريبا غسلت 3 المرات ولا 4 باش كيبقى داك الماء صافي باش ما يتلصقش لينا. دابا غادي ناخذ هذا الروز. للتذكير درت جبانيه ونص، غندير معاهم معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نشحرو مزيان في الكوكوط او في الطنجره، وغادي نضيف عليهم تقريبا بحال كان عندنا مثلا زلافه او جبانيه ديال الروز كنديروا معها ثلاثه جبانيات ديال الماء. دابا درت جبانيه ونص، حسبوا معايا. هذه زبيده بلديه كيف كتشوفوا، غناخذ تقريبا معلقه كبيره باش نشحر فيها. بسم الله. ندير عيني مزيان صافي. دابا غادي نزيد عليها هذا الروز ونخليه يتحمر مزيان يتبدل اللون ديالو. بسم الله. كتشوفوا كيتحمر. دابا غادي ندير الجبانيه الاولى. بسم الله. هنايا غادي نضيف شويه ديال العنب الكارم او الزبيب، نرطبته في شويه ديال الماء. دابا غادي نغسلو واحد نقيطه ديال الخل، غنخليه واحد 5 دقائق وغادي نغسلو مزيان باش نضيفو للروز اللي باقي تيغلى. دابا بدا كيغلى لنا الروز، غادي نضيف شويه ديال الزبيب تقريبا شي 100 غرام ونخليه حتى يشرب هذاك المياه كامله، وغادي يبان لكم بحال مفور. الرز ديالنا ها هو جاهز كيف كتشوفوا. هانتوما شوف بحال مفور، ما تحتاجيش البرمه والكسكاس وتضيعي الوقت. نص ساعه الماكسيموم وجد هذا الروز هذا. هنا عندنا سكر كلاصي، هنا عندنا القرفه. هانتوما الروز كيبان مفرك بحال مفور. بقى لي واحد تقريبا 5 دقائق وغادي نطفي عليه. كيف ما نقول لكم يعني للتذكير، العافيه تكون مهيله باش ما يتحركش لكم، وتكون شي طنجره تكون ثقيله. وغادي نكملوا الزواق ديالنا بشويه ديال اللوز بعد ما خلطته بالقرفه وشويه ديال السكر.